في يومين فقط وتحديدا خلال 28 و 29 جونفي عاد النادي الإفريقي التونسي ليتصدر المشهد الرياضي لا بالأهداف فقط بل بقرارات وتحركات حملت بين طياتها رسائل عميقة لجماهير العارضة. رسائل مفادها أن القادم قد يكون مختلفا وأن مرحلة جديدة قد بدأت تتشكل بهدوء ولكن بثبات. 28 جونفي يوم الحسم والاختيارات الجريئة. في هذا اليوم اختارت إدارة النادي الإفريقي أن تتحرك بذكاء في سوق الانتقالات، معلنة التعاقد مع الموهبة البوركينية الشابة فرانك ألان كونتي بعقد طويل يمتد إلى غاية جوان 2023. صفقة قد تبدو هادئة على الورق لكنها تحمل في عمقها رؤية واضحة. بناء فريق لا يعيش على الحلول المؤقتة بل يراهن على المستقبل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يكون فرانك كونتي مشروع نجم قادم في سماء الكرة التونسية وهل تمنحه الإدارة والطاقم الفني الوقت والثقة الكافيين لصقل موهبتها؟ وفي نفس السياق لم تتردد الإدارة في اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية، حيث تم فسخ عقد اللاعب الغاني شوكان بالتراضي في خطوة تعكس رغبة النادي في تصحيح المسار والتخلي عن الأسماء التي لم تقدم الإضافة المرجوة. وهنا يبرز تساؤل آخر، هل أصبح الإفريقي أكثر جرأة في غربلة الرصيد البشري؟ وهل نشهد قريبا أسماء أخرى تغادر من أجل مصلحة المجموعة؟ 29 جونفي خبر خارج الميدان لكنه بحجم مباراة النهاية. اليوم التالي حمل أنباء لا تقل أهمية بل ربما كانت الأكثر تأثيرا على المدى المتوسط والبعيد. الإعلان عن رفع العقوبات المالية عن النادي الإفريقي وتسجيل تقدم كبير في ملف الديون كان بمثابة جرعة أكسجين لجماهير أنهكتها الأخبار السلبية لسنوات. هذا التطور الإداري والمالي يطرح عدة أسئلة مصيرية. هل انتهى كابوس العقوبات الذي قيد تحركات النادي طويلا؟ وهل سيفتح هذا الانفراج الباب أمام انتدابات نوعية في قادم الميركاتو؟ وهل تستطيع الإدارة استغلال هذه المرحلة لبناء استقرار حقيقي طال انتظاره بين الطموح والواقع؟ إلى أين يسير النادي الإفريقي؟ ما حدث خلال هذين اليومين لا يمكن اعتباره صدفة. انتدابات مدروسة جيدة، قرارات فسخ وانفراج مالي كلها مؤشرات على أن النادي الإفريقي يحاول إعادة ترتيب أوراقها خطوة بعيدا عن الارتجال الذي كلفه الكثير في السنوات الماضية. لكن يبقى السؤال الأكبر الذي يشغل بال كل محبي الإفريقي، هل تتحول هذه التحركات إلى نتائج داخل الملعب؟ وهل يعود النادي الإفريقي إلى موقعه الطبيعي كمنافس حقيقي على الألقاب أم أن الطريق ما زال طويلا ويتطلب صبرا ودعما أكبر من الجميع خصوصا من الجماهير الإفريقي؟ المؤكد أن النادي الإفريقي بدأ يتحرك وأن الجماهير تترقب، فهل تكون أيام 28 و 29 جونفي مجرد بداية لقصة عودة كبيرة أم محطة عابرة في موسم طويل جدا؟ الأيام القادمة وحدها ستحمل الجواب، لكن الأكيد أن النادي الإفريقي لا يستسلم أبدا. إخواني الكرام، إذا عندكم شيء أسئلة ولا تعليقات حطوها لنا في التعليقات، اقتراحات حطوها لنا في التعليقات، وما تنسوش معكم واحد جيم وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. يلا.